في الفيديو ده هقولك ازاي تحضر نفسك وتهيئ نفسك ذهنيا قبل ما تروح اي اختبارات لاي نادي، بمناسبه ان الايام دي كلها ايام اختبارات والانديه كلها فاتحه باب الاختبارات للاعبين. وهقولك على شويه حاجات كده يخلوا مستواك ثابت على مدار الموسم. رقم 1 تحديد الاهداف لاداء. رقم 2 التصور العقلي. رقم 3 التحدث مع النفس. وخلي بالك التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتحدد الفرق بين اللاعب المميز والمحترف وبين اللاعب الجيد المبتدئ. اتمنى انك تستفيد من الفيديو ده وتطبق الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي دلوقتي عشان توصل للاحتراف ان شاء الله. طيب ازاي يا كابتن احدد اهدافي اللي انا عايزها؟ زي بالظبط اهدافي اللي انا حددتها وانا بكتب السكريبت بتاع الفيديو ده، وهو انك تعمل لايك على الفيديو وتشترك على القناه لو لسه ما اشتركتش. فكره انك تحدد اهدافك دي هتخليك انت عارف انت عايز ايه بالظبط، وهتساعدك انك تطور نفسك بسرعه كبيره جدا. يعني انا شايل الشنطه بتاعتي دلوقتي ولابس ورايح مواصلات عشان اروح انزل اختبارات في نادي او انزل اتمرن في نادي، عشان انا محدد اهدافي وعارف انا لو نجحت في الاختبارات دي ايه اللي هيحصل، قد ايه الدنيا هتتغير معايا وهكون لاعب مقيد في النادي، وكمان الطموح هيكبر وهلعب دوري ممتاز، وكمان هوصل لمنتخب مصر. ودي كلها اهداف صغيره بحددها لنفسي عشان الهدف الكبير اللي هو ان اروح منتخب مصر او احترف بره مصر. والكلام ده كله تحديد الاهداف دي بيخدم على رقم 2 اللي هو التصور العقلي. ايوه انت لازم تتخيل. كم واحد فينا تخيل ان هو حقق احلام كتير جدا واهداف كتير جدا؟ في خيالك بتحقق اهدافك ونجاحاتك اللي انت ما قدرتش تحققها في الواقع. طبعا انا كنت متصور ومتوقع ان ممكن الستاند يقع عشان فيه هوا كده، مش عارف انتوا حاسين بالهوا ده ولا لا، بس لازم اكون عامل حساب كل حاجه. حتى ردة فعلي كانت سريعه شويه زي ما انتوا شفتوا، فانا كنت متوقع كل حاجه، كنت متخيل اي حاجه. فانت فعلا انا دلوقتي ماسك الستاند بايدي، فانت لازم فعلا تكون متوقع ومتخيل اي حاجه ممكن تحصل لك، ولكن التخيل بتاعك لابد ان هو يكون على حسب قدراتك وامكانياتك. يعني انا فعلا امكانياتي انا ممكن انا حاطط مثلا الموبايل او الكاميرا او اي حاجه مثلا على الستاند الصغير الضعيف ده، وعارف ان فيه هوا، انا عارف ان انا امكانياتي هقدر لو الستاند وقع اقدر امسكه والحقه. فمهم جدا انك تكون عارف قدرات نفسك وتتخيل وتتعمق في خيالك كمان، ولكن في حدود امكانياتك وحدود قدراتك. للمره الثانيه بمسك الستاند زي ما انتم شايفين، مش عارف فيه بالظبط، بس الهواء عمال يروح وبيجي كده زي ما انتم شايفين. المهم بمناسبه الخيال ده، جامعه هارفارد عملت احصائيه ودراسه على 3 فرق، جابوا 3 فرق سله، وجابوا الفريق الاولاني قالوا له انت طول الاسبوع هتقعد كده مش هتعمل اي حاجه، جابوا الفريق الثاني قالوا له انت طول التمرين هتفضل تتمرن عشان تستعد للماتش اللي في اخر الاسبوع، وجابوا فريق الثالث قالوا له انت مش هتعمل اي حاجه خالص، ولا هتتمرن ولا هتعمل اي حاجه، كل اللي انت هتعمله انك هتقعد تتخيل انك ماسك الكوره وبتتمرن وماسك الكوره وبتلعب، وتتخيل بس انك بتتمرن طول الاسبوع. المهم الاسبوع خلص وجه عشان يختبروا ال3 فرق دول، جه على اول فريق اللي قالوا له انت مش هتعمل اي حاجه ولا هتتمرن ولا هتتخيل ولا هتعمل اي حاجه، لقوا الفريق خسر، وده الطبيعي والمتوقع. المهم جه على الفريق الثاني اللي كان بيتمرن، الفريق طبعا كسب وعمل نتائج كويسه، وده الطبيعي الفريق بيتمرن. جه على الفريق الثالث اللي ما اتمرنش ولا اي حاجه، كل اللي كان بيعمله طول الاسبوع ان هو بيتخيل ان هو بيتمرن وبيمسك الكوره وبيلعبها كأنه بيتمرن بالظبط. ولكن الغريب ان الفريق كسب برضه وعمل نتائج قريبه جدا من الفريق اللي كان بيتمرن طول الاسبوع. طبعا انا اضطريت امسك الستاند عشان كل شويه الهواء يوقعه. الحاجه الثالثه اللي انا كنت عايز اقولها لكم، كلم نفسك. حد يجي يقول لي اكلم نفسي ازاي؟ يعني اكون مجنون ولا ايه؟ ما الناس ممكن تضحك عليا. لا، كلم نفسك، لازم تتكلم نفسك وتحاسب نفسك اول باول. لازم تكون انت اللاعب وانت المدرب لنفسك، لازم تكون انت المشجع وانت المنتقد، لازم تشجع نفسك وتنتقد نفسك، لازم تكون كل حاجه لنفسك. ممكن ما تلاقيش حد حواليك خالص، وقت ما تكون مؤمن بنفسك وعندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى ويقين في نفسك ان ربنا هيكرمك في الاختبارات اللي انت رايحها او النادي او التمرينه اللي انت نازلها او الماتش اللي هتلعبه، عشان هيفرق معاك جدا. لعب كره القدم يا شباب ماتش واحد بس ممكن يغير حياتك. فانا ممكن اتعب طول السنه عشان ماتش واحد بس، ممكن افضل اصلي طول السنه وملتزم جدا دينيا، وافضل اتمرن طول السنه وافضل شغال طول السنه عشان الماتش ده بس، او عشان الاختبار اللي انا رايح اختبره بس في النادي. فانا عايز اقول لك انت تكون المنتقد والمشجع لنفسك، كون المدرب واللاعب لنفسك، كون المشجع الاول والاخير لنفسك، لان محدش دلوقتي عاد بيشجع حد، كل عايز مصلحه نفسه. خدها مني كلمه ثقه، انت اللي هتشجع نفسك وانت اللي هتوصل نفسك بنفسك بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ربنا بيسبب الاسباب، هو اللي بيخلق لك مدرب مثلا زي كابتن منصف يشوفك، هو اللي بيسخر لك مثلا مدرب زي اي حد يشوفك، هو اللي يختارك، ولكن كله بتوفيق من ربنا. اعتمد على ربنا ثم نفسك، تلاقي ربنا بيفتح لك ابواب التوفيق كلها، وربنا يكرمكم كلكم. وان شاء الله انتظروا، هنزل فيديوهات كتيره الفتره دي
دي كلها اختبارات. انتظروا الفيديوهات بتاعتي عشان هنزل فيها الاماكن اللي بتختبر، واي حد عايز يتواصل معايا هيلاقي الرقم بتاعي تحت في الديسكريبشن. ادخل كلمنا على الواتساب وهرد على كل الناس وهساعد كل الناس. اي حد محتاج، والله العظيم انا عايز الناس كلها تبقى كويسه، وعايز الناس كلها تروح انديه. ربنا يكرمكم كلكم ان شاء الله. بس قبل ما تقفل الفيديو فانت لازم تعمل لايك على الفيديو وتشترك على القناه عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكوره. سلام.